شوف يا اخويا، دي الكعبه، شايف الناس دي كلها جايه تغسل نفسها من الذنوب. انت بتحمل على راسك ذنوب، انت خنت الامانه وخدت بيتي ومدوخني في بلاد العالم، عايز ارجع بلدي مش عارف. انا مش هدعي عليك في المكان ده، مش هدعي عليك، انا هدعي لك الله يصلحك، الله يعين الغشاوه اللي على عينيك، الله يوسع عليك وتشوف. انت ظلمتني وسرقت بيتي بالتوكيد. انت كنت شاطر وخدت البيت، بس لو انت شاطر ما تموتش، عشان انا ان شاء الله هموت وان شاء الله هنتظرك على الصراط المستقيم. لو انت تقدر تحارب ربك حاربه، قول له اي قصه، ربك مطلع وعارف كل حاجه. بقول له انا اصلا انا اللي شريك. يا اخويا انا خايف عليك من جهنم. جهنم ما حدش يستحملها، الرسول نفسه كان بيستعيذ بالله منها، لا حرها يتقبل ولا بردها يتقبل. انا خايف عليك من جهنم. انا بدعي لك الله يشيل الغشاوه اللي على عينيك، الله يرجع لك بصيرتك، الله يعافيك من اي شر. الحق نفسك يا اخويا، الحق نفسك. انا وانت بقينا قريبين من القبر، هقفلك ان شاء الله على الصراط المستقيم، مش هسامحك ولا عيالي هيسامحوك. انا هسيبك منك لله، انا نقلت الملف كله لربنا، وانت وربنا ان شاء الله ان شاء الله هاخد حقي عند ربنا ان شاء الله.